السلام عليكم، أهلًا بيكم في قناتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله معانا بقى فيديو مختلف. رُحت عشان أشتري لفيت جلاش، فلقيت واحدة جنبيّا بتقول لي: "أنتِ جربتيه بالبيض؟" فبصراحة استغربت جدًا، يعني إيه جربته بالبيض؟ يعني إيه جلاش مسكّر وأحط عليه بيض؟ يا ستي البيضة دي هيبقى زافر. قالت لي: "لأ والله ما هتحسي بزفارة." هو إيه اللي مش هاحس بزفارة؟ فقالت لي الوصفة وقُلت بقى أجرّبها مع حبايبي كده في القناة ونشوف مع بعض، هل الجلاش هيبقى حلو والّا هيبقى مش حلو؟ وكمان اللي عجبني فيه جدًا إن هو من غير شربات، فهيبقى كمان صحّي وهيبقى تحفة جدًا. بس يا ترى هاحس بطعم البيضة والّا مش هاحس بيها، وهيبقى طعمه حلو والنتيجة حلوة والّا هابقى هاندم إن أنا جرّبته؟ فقُلت أستعين بالله كده وأجرّبه ونسمي بالله ونجرّبه مع بعض. هي الوصفة سهلة جدًا، مش هتاخد 5 دقايق معاكِ. أول حاجة كده بقى هاجيبها نُص كيلو من الجلاش أو لفة جلاش. بافردها كده وأهم حاجة تتغطى. لو أنتِ هتستخدميها على طول إيديكِ يعني على طول كده مش هتنشف معاكِ. لكن لو أنتِ أول مرّة تعملي جلاش أو بطيئة فيه، لأ الأفضل إن أنتِ تغطّيه علشان ما ينشفش معاكِ. أنا سريعة فيه يعني باعمله على طول، فمش هياخد وقت معايا إن شاء الله. دهنت كده الصينية بتاعتي بسمنة ورشة كده بسيطة من السمنة، وبابدأ إن أنا أفرد الجلاش بتاعي ورقتين، ورقتين، يعني ورقتين وأدهن كده دهنة رشة كده من الزبدة أو السمنة اللي أنتِ بتستخدميها، وتتني الزيادة على أساس إيه، تبقى قد الصينية بالضبط، مرة من الناحية دي ومرة من الناحية دي، باخد ورقتين بس. بُصّوا المرة دي بقى هاتنيها من الناحية التانية. بس بقى لاحظت حاجة غريبة وأنا بادهنه. عملت مرّة من الناحية دي ومرّة من الناحية دي، فحسيت إن القلب بتاعه من النُص كده هيهبط معايا، فقُلت بقى لأ، كده مش هينفع أنا هاغلِّب نفسي على إيه، رُحت قاسمة لفة الجلاش. بُصّوا، هاجي كده أحاول إن أنا إيه، أقسم حتّة صغيّرة الحتّة اللي أنا باتنيها، كده هيبقى أسهل بكتير وأفضل يعني، علشان أبقى متأكدة إن هو إيه، معمول صح، ما يبقاش من الحروف تخين ومن القلب كده إيه، فاضي شوية. بُصّوا سهلة جدًا بقى، باخدها كده ورقتين، ورقتين فوق بعض وباروح دهناهم، رشة بسيطة كده بقى عشان تتأكدي إن هو إيه، مورّق وحلو وما ياخدش برضه كمية كتيرة. هافضل أحط بقى الكمية كلّها كده، ولمّا آجي في النُص أروح حاطة إيه، ال الورق اللي إحنا قسمناه في الأول، شايفين؟ بنداريه كده يعني في النُص علشان إيه، ما يبقاش من فوق وأنا باقطّعه، اوعي تنسيه. هنروح حاطينه بقى كده كلّه، كده خلاص اتخلّصنا منّه، كده بقى معايا بقية الورق ما فيهوش أي زيادة، كلّه مقاس الصينية عادي. هندهن برضه رشّة من الزبدة أو السمنة اللي معاكِ. تقدري إن أنتِ السمنة اللي أنتِ بتستخدميها تحطّي برضه معلقتين 3 كده من الزيت، برضه هيبقى لو نوع كويس هيدّي له ريحة حلوة وكمان هيدّي له توريقة حلوة. هافضل بقى أحط كده ورقتين، ورقتين لحد ما أوصل لآخر ورقتين. آخر ورقتين طبعًا مش بنحط فيهم رشة السمنة دي أو الزبدة غير لمّا باقطّعه. يعني بُصّوا، هادهنها بقى برضه كده كويس، معايا بقى آخر ورقتين هاروح حاطاهم كده ومش هادهنهم، هاتنيها بقى الحتة الزيادة دي لجوّه كده وأروح مقطّعاها. أنا قطّعتها مربعات، يعني ما حبيتش إن أنا أقطّعها أشكال مختلفة. قطّعيها بقى أنتِ التقطيعة اللي أنتِ عايزاها. هاقطّعها بقى كلّها كده، وبعد ما أقطّعها باروح راشة عليها رشة من السمنة اللي أنا باستخدمها. هاغرّق بقى الوش كلّه كده، ابقى متأكدة إن كلّه معمول كويس، كلّه مدهون كويس علشان إيه، ما تنشفش معاكِ وتقِب كده بقى وتعمل إيه، أشكال مختلفة. لأ، في الوقت ده باكون مشغّلة الفرن، علشان الجلاش عشان يستوي حلو لازم يبقى سخن قبليها. باحطه في الشبكة اللي في النُص وما تستعجليش عليه علشان ما يجيش آآ يعني ناشف كده من النُص ولا حاجة، لأ يستوي كده ويبقى كويس. بادهن بقى الوش كلّه كده زي ما قُلت لكم ونروح مدخّلينه على الفرن، ونشوف بقى حكاية البيضة دي. يبقى معايا بيضاية أحطها في بولة كده، ومعايا بقى هي قالت لي كيس فانيليا، أنا قُلت برضه للأضمن حطيت كيسين من الفانيليا. يبقى معايا بيضاية مع كيسين من الفانيليا، وهنحط عليهم إيه تاني، هنضربهم كويس جدًا علشان نتأكد إن هي إيه، ما فيهاش تكتلات خالص.
بعد بقى ما باضربها كويس جدًا كده بيبقى باكون مجهزة كوباية من اللبن. أنا هاقول لكم برضه على الغلطة بقى الحاجة اللي ما عجبتنيش، وهاقول لكم المفروض أعمل إيه. حطيت بقى نُص كوباية كمان من السكر، يبقى كوباية من اللبن ونُص كوباية من السكر، ومع نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، يبقى نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر مع اللبن مع السكر مع البيضة مع الكيسين الفانيليا، وأقلبهم كويس جدًا. اللبن هنا بارد علشان ما ينزلش سخن على البيضة. ونقلب بقى المكونات دي كويس جدًا كده، ونحطهم على جنب. هاقول لكم هنستخدمهم إمتى. إحنا دخّلنا طبعًا الجلاش بمجرد بقى ما يحمر كده من تحت، بُصّوا يعني احمر كده وبقى شكله حلو، هاروح منزّلة عليه الخليط ده. طبعًا هو الجلاش سخن ما فيش مشكلة خالص، هاقلبه واروح منزّلاه كله. هارُشّه كده بقى في قلب الصينية واروح مقلباها. بُصّوا في حبة سكر هنا، هاحط عليهم معلقتين لبن كمان واروح حاطاهم. بس الكاميرا ما صورتهاش، وهقلبهم بقى كده كلهم واروح مدخلاه على الفرن 5 دقايق كده، واروح مشغله عليه الشوايه. وطلع معايا احلى جلاش. هقول لكم بقى رايي بصراحه، وفيه هو ما شاء الله والله ما فيهوش ريحه زفره خالص، يعني ولا هتحسي بريحه البضايه اللي انت حطاها خالص، بل بالعكس ده هيبقى نافش كده ومورق من جوه وطعمه تحفه. بس بقى في الحاجه اللي انا لو عملته تاني ان شاء الله هقول لكم عليها. السكر لما حطيته مع اللبن، فاللبن ما تشربوش كله عشان بارد. المفروض بقى لو انت هتعمليه تروحي جايبه كوبايه اللبن وهي سخنه، تروحي حاطه عليها نص كوبايه من السكر وتقلبيه قوي، وتستني لما يبرد تروحي حطاه على البيضه، علشان السكر الزياده بقى موجود في قلب يعني عامل زي البريوش اللي هو لما بتروحي تجيبي قرص مثلا وفوقيها مثلا سكر من فوق. لكن هو جميل ما شاء الله، وكمان صحي جدا، يعني ما فيهوش شربات، وفر جدا جدا للسكر. بصوا ما شاء الله مورق ونافش كده، وكمان طري من جوه ومن فوق مقرمش كده وجميل. لا بجد حلو عجبني. آه يستحق ان انت تجربيه. اتمنى بقى وصفتي تكون عجبتكم، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. مع السلامه.